بعد أزيد من 4 أشهر على بدء المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع من طرف الرأي العام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة بالسجن النافذ 6 سنوات في حق التيك توكر المعروف مولينكس وأم آدم بن شقرون، وذلك بعد إدانتهما باستغلال القاصر آدم بن شقرون. كما أدانت المحكمة في الحكم الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المتهمين بغرامة مالية بلغت قيمتها 1,000,000 درهم لكل منهما. وجاء الحكم في القضية المثيرة للجدل بعد إدانة التيك توكر ووالدة آدم بن شقرون، وذلك بعد متابعتهما بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال قاصر. وكشفت مصادر صحفية إلكترونية حضرت أطوار جلسات المحاكمة له أن آدم بن شقرون الضحية الرئيسية في الملف وجه اتهامات صريحة لأمه ومولينكس باستغلاله واستدراجه لسهرات خاصة في فضاءات فاخرة لاستغلاله من قبل أجانب مقابل مبالغة مالية مهمة.